قلبي ساكن. قال له ودعتك الله يا حمل خايف يا صندي. قل لي يا ابو السجاد وين تعيد العيد. قل لي يا ابو السجاد وين تعيد قل له لا وين شايل يا خويا بهالضعينه يصعب علي ارجع بلاياك المدينة وانظر بيوتك خالية وبنتك حزين سكون المدينة من بعدكم صاير مشي. قال له يا خويا من بعد حجك سافر وروح سكن بواكي بنت اخوك وخفف النار والخبر عنكم من طرفنا ما هو بعيد. وحسينا بعد ابو علي شنو من اخبار توصل؟ يقول له كان انتصرنا يجيك مكتوب السلام. كان انتصرنا يجيك مكتوب السلام. كان انذبحنا لازم ترد هاليتام. بيني وبينك حمرة الدنيا وافعل يا خويا من البواكي كل ما تريد. جهزت الهوادج أقبل العباس إلى أخته زينب. يلا أخي زينب رايحين نروح إلى كربلاء انت بعد وياهم نمشي في هذا الموكب المهيب اللي يتقدم الحسين. خلنا نوصل إلى كربلاء وياهم يوم الذي راعي الشيام أنواي شد الراحي. هذه ألحانكم وأنشودتكم هذه. صغير كبير يقرأ وياي رجل امرأة الكل يقرأ. يوم الذي راعي الشيام أنواي شد الراح. طب لا عد زينب مبتسم عباس راعي المرد. قال لها يا ظنوة عليه قومي نروح الكار. يلا يلا زينب. قال لها يا ظنوة عليه قومي نروح الكار. قالت لا خويا ما احملي يا هو الذي يتكف. قال لها نعمين بشوري امرك نويد نتمثل. قالت لا خويا ابو الفاضل والله ونعمين الكافو خويا. ابو علي لاحظ واذا العباس كل ساعه ويجي له هودج زينب واذا العباس عنده علاقه ويا هودجها كل ساعه وعباس محمل الحاري. ما تستاهل زينب
ما تستاهل وديعة علي، ما تستاهل أبو فاضل يقوم برعايتها. هذه وديعة علي، هذه مخدرة أبو حسين. ولهذا اسمعها ايش قالت له، قالت لاخويا ابو الفاضل محمل ياهو الذي يتكفى. قالت له، قال لها يا اختي ابشري امرك نود نتمثل. طلعن عباس حدي كل فرد وجه حدي له. بعد صور هالمشهد كل ساعة وعباس نزل محمل الحريعة صد للحسين وناشده. قال ليش نزلتك بالفلا؟ قال له يا خويا ابو علي تدرب اختنا مدل ما تحمل الضم والهضم ربيت على العزوة. من تسمع زينب مدللة ليش تصيح؟ من تسمع زينب مدللة ليش ترفع صوتك وتبكي؟ ها ما أدري إيش رايح يصير عليها زينب، إيش رايح يصير عليها؟ كل ساعة وعباس نزل محمل الحريعة صد للحسين وناشده. قال ليش نزلتك بال؟ قال له يا خويا ابو علي تدرب اختنا مدل ما تحمل الضم والهضم ربيت على العز والعون. وحسيناه ليتك يا عباس تحضر يا مطلعت من كار. ايش صار ليتك يا عباس تحضر يا مطلعت لإرادة ناقة عثار يضرب خواتك حرم. وزينباه وحسيناه لإرادة ناقة عثار يضرب خواتك حرم. وكأني بزينب حينما أركبت على ظهر جمل ظالم قالت تنخو بالنواخي باح صوتي والله باح صوتي أنا يسمعوني ويغضون أخوتي. والله يا ليت قبل حسين موتي ولا أشوف العدة تنهب بيوتي. طلعها أبو فاضل ركبها بهودجها وصارت بكفالة أبو فاضل. لكن تعال اسمع يوم طلعت من كربلاء بيا حالة تقول له يا من انت اللي جبتني
والله جبتني وبيدك يا ابو فاضل ركبتني خايا بس ما رحت عني وعفتني عقبك بني امي ولتني اي عقبك بني امي يا اي والله ولتني بعد لك حالة من النياحة على زينب تستاهل زينب والله صاحة وزينب طلعوها زينب طلعوها وحرقوا قلبها براس أخوها والله أخوها ولا من بجت بالصوت ضربوه سبوا الزكية وشتموا أبوها صاحت بقيت محيرة وصفاق باليده أنا لا عباس يبرالي ولا حسين ايش صار بعد أنا أخويا يضربوني من أبكي وتهمل العين وتبقى عبرتي بقلبي تكسى أحم الضايعات